بص، أنا عمري ما كنت بآمن بالحاجات دي، الأرواح، الأصوات، الناس اللي بتقول شافت حاجات وهي نايمة. كنت بضحك، بس اللي حصل لي خلاني ما عدتش عارف أضحك. كل حاجة بدأت من أسبوعين كده. يوم عادي جدا، رجعت من الشغل تعبان، نمت بدري شوية، وأمي كانت نايمة جنبي زي العادة. إحنا من بعد وفاة أبويا بقينا بننام في نفس الأوضة علشان هي بتخاف تقعد لوحدها. قمت من النوم كده على صوت حد بينده، بصوت ناعم، صوت دافي: حبيبي تعالى. أنا في الأول افتكرت إني بحلم، بس الصوت كان واضح جدا. قمت بصيت جنبي، أمي نايمة، بس أنا لسه سامع صوتها بينده، جاية من الطرقة. قمت وخرجت. البيت كله كان ضلمة، مع إننا دايما بنسيب نور الطرقة منور، بس المرة دي مفيش، وصوتها لسه شغال بس بقى أوطى، وكأنها بتهمس: تعالى ما تخافش. أنا كنت واقف مش قادر أحرك رجلي، بس قلبي بيدق وإيديا بتعرق، ولقيت نفسي بتحرك ناحيتها، ناحية الصوت. بس فجأة وأنا في نص الطرقة الصوت اختفى. رجعت جري على الأوضة، لقيتها نايمة زي ما هي، نفس الوش، نفس النفس، نفس البطانية اللي مغطياها بيها. فضلت واقف أبصلها وأقول لنفسي: أنا اتهبلت ولا إيه؟ هو في حد بيصحى يسمع صوت أمه وهي أصلا نايمة جنبه؟ خدت نفس عميق وقلت: خلاص، كوابيس. رجعت تاني نمت، بس وأنا نايم الموبايل رن، وطلع إني كنت بشغل تسجيل صوت بالغلط. فتحت التسجيل وقلت يمكن يكون سجل حاجة من وأنا بحلم، بس أول ما شغلته اتجمدت مكاني. الصوت اللي فيه هو نفس صوت أمي، بس كانت بتقول حاجة عمري ما سمعتها منها قبل كده: الحقني، اللي نايمة جنبك دي مش أنا مش هي. وقفت التسجيل بسرعة ورجليا بتترعش، ببص ناحيتها، لقيتها نايمة فعلا، بس عينيها مفتوحة، ومش عينيها، كانت سودة تماما، ملهاش بياض، وفيها نظرة سودة عاملة زي الحفرة اللي بتسحبك جواها. أنا صرخت، جريت من الأوضة زي المجنون، لبست هدومي بالعافية ونزلت جري على خالتي اللي ساكنة في العمارة اللي قدامنا. فتحت لي، وشها كان فيه قلق من أول ثانية. قلت لها وأنا بعيط: خالته، أمي بتندهلي من الطرقة، بس كانت نايمة، وبعدين وشها اتغير وعينيها كانت قطعتني وقالت لي جملة هزت كياني: يا ابني، أمك ماتت من أسبوع. أنا وقفت مش قادر أتنفس، مش قادر أصدق. إيه؟ لأ، إزاي؟ أنا كنت نايم معاها امبارح، أيوة كنت حاسس بيها، شميت ريحتها وسمعت صوتها بيصحيني. قالت لي: أنت مش طبيعي من يوم ما ماتت، بتكلم نفسك، وأنا سايبالك البيت تقعد تهدى شوية، بس شكلك ما هدئتش. رجعت البيت مش بإيديا، رجليا كانت ماشية لوحدها. دخلت الأوضة ولقيتها هناك قاعدة على السرير بتبتسم لي، وقالت لي بصوتها اللي أعرفه كويس قوي، بس المرة دي كان في حاجة مختلفة، كان في خبث، ضحكة باينة في نبرتها. قالت لي: ليه مش بتيجي لما بنندهلك؟ من ساعتها كل يوم بنفس الميعاد بسمعها: حبيبي تعالى، وهي نايمة جنبي.